كلنا عندنا قائمة طويلة من الصحاب والمعارف، في منهم على السوشيال ميديا وفي منهم بنقابلهم في حياتنا اليومية سواء في المدرسة أو في الجامعة أو القرايب. لكن في لحظات معينة بتعدي علينا وبتكون لحظات صعبة، لحظات ضعف وتعب، بنكتشف فيها إن الزحمة اللي حوالينا دي كلها بتختفي. احنا النهاردة مش هنتكلم على عدد الصحاب، هنتكلم عن أنواعهم وإزاي نعرف الصاحب الصح وسط كل الزحمة دي. تعرف إن الصاحب العادي والصاحب اللي بجد الاتنين هيشاركوك فرحتك وكمان نجاحك وهيحتفلوا معاك. أما الصاحب الحقيقي هنسميه الصاحب الزحمة اللي بيكون معاك وبيفضل في أوقات الأزمات وقت ما كل الناس بينشغلوا في حياتهم. الصاحب الزحمة هتلاقيه دايما بيسأل عليك وبيبادر بالسؤال من غير ما تطلب ومن قبل ما تحتاجه. هتلاقيه بيسمعك كويس بقلبه وهيحترم مشاعرك ويقدرها حتى لو مش فاهمها. عشان تعرف الصاحب اللي بجد ركز على الأفعال مش الكلام. جرب تقع في مشكلة أو تمر بحزن معين أو تحتاج مساعدة ولاحظ مين اللي بيفضل موجود جنبك وبيساعدك. أصل المواقف بتكشف معادن الناس. واسأل نفسك دايما، هل علاقتي بالشخص ده هتخليني أفضل؟ هو سنة حقيقي ولا مجرد معرفة؟ كل الحاجات دي هتخليك تعرف مين الصاحب البجد ومين الصاحب المزيف، وخليك انت بقى الصاحب الزحمة هو الصاحب الحقيقي. بادر بالسؤال والمساعدة وادي حب واهتمام ومساعدة من غير ما تستنى أي مقابل. وإنك تلاقي صاحب جيت على اليومين دول دي من أقدر نعم ربنا عليك. خليك فاكر إنك تبقى متفائل، خليك منور الدنيا. سلام.